بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل العيش الشامي بدون فرن وبنص كيلو دقيق. هنعمل العيش الشامي اللي هو بتحط فيه الطعمية، سندوتشات الفول والطعمية، او بتحط في اللانش بوكس بتاع الاولاد. العيش اللي هو المنفوخ اللي بيتعمل على عين البوتاجاز، ما مش عاملينه في الفرن ولا اي حاجه خالص، وزي ما انتم شايفين طري وجميل. حتى الرغيف اللي مش منفوخ فيه او قابب، بتفتحيه بيتفتح طبقتين، وبتقدري ان انت تحشيه اي حشوه انت عايزاها. وطبعا العيش ده عيش جميل جدا وطعمه حلو طبعا، لانه طبعا متكلف ومعجون بلبن وحاجات من دي، وعاملينه على عين البوتاجاز بدون اي تكلفة وبدون اي تعب ولا اي حاجة خالص. ان شاء الله تعالوا نشوف هنعمله ازاي. الاول احنا جبنا نص كيلو دقيق، عليها معلقة سكر، معلقة كبيرة سكر، ونص معلقة ملح، وهننزل بكيس خميرة فورية، بكيس خميرة فورية. وهننزل دي كيس خميرة فورية 12 جرام، 12 جرام. وطبعا هننزل بقى باللبن، اللبن يكون دافي، على أساس إن الخميرة لو هو بارد أو ساقع الخميرة ما بتتفاعلش معاها قوي، لازم يكون دافي. دلوقتي بقى هنبدأ نعجن، هي دي كل مكوناتنا، يعني مفيش أي مكونات تانية. طبعا هما في الأفران بيعجنوه بمية، وممكن تعجنيه بمية هيبقى جميل جدا، بس احنا بنعجنه بلبن على أساس ان ايه القيمة الغذائية بتاعته تكون عالية طبعا. تاني حاجة ان انت لما بتيجي تاكليه مش بيبقى محتاج انك تغمسي بأي حاجة، بيبقى طعمه جميل جدا. طبعا اللبن بيديله قيمة غذائية كبيرة وبيديله طعم جميل جدا. فطبعا احنا بنعمله في البيت بلبن، ولو هتعمليه بميه بينفع برضه بميه، والافران بتعمله بميه، بس احنا هنعمله هنا ايه بلبن. اللبن بيديله طراوه وبيخليه طري وجميل، وفي نفس الوقت بيبقى طعمه جميل جدا. هنبدأ نعجن بقى العجينة كويس. طبعا أي عيش لازم يكون مخدوم بالعجينة، لازم تعجنيه كويس. هتعجني كويس هيقب معاكي ويبقى طبعا جميل، لأن هو العيش أو أي مخبوزات لازم تتعجن كويس. نبدأ بقى نعجنه. أنا لقيت إن العجينة لسه جامدة شوية، فبدأت أزودها شوية لبن، على أساس إن هي تبقى طرية معاكي، ما تبقاش ماسكة يعني قوي، تكون لينة. وبرضو ما تخليهاش ان هي تكون طرية، لان احنا في الصيف، في الصيف تخليها يعني حلوة، ما تبقاش طرية قوي، على اساس ان احنا في الحر الدقيق او العجين بيسيح منك، العجينة بتسيح منك في الحر شوية. اما في الشتاء تخليها طرية بقى براحتك، لان احنا في الشتاء فما بيسيحش. ودلوقتي طبعا انا بقفل الكاميرا بين كل فتره وفتره، على اساس ان انا اعجنها عجين حلو. زي ما انتم شايفين العجينه بسم الله ما شاء الله زي الملبن. بتعجنيها بقى، يعني تقفلي وتعجنيها براحتك، تاخدي راحتك في العجين. ودلوقتي احنا كده خلصنا العجينه، وبعد ما عجنتها هنزل بمعلقتين زيت، معلقتين اتنين زيت. ممكن تنزليها، دي اختياري، تنزلي بيهم او ما تنزليش بيهم، بس يعني يعني الافضل ان هي يعني ايه بتلم العجينه بقى، وبيديلها طبعا لمعان كده، وبخلي العجينه ما تنشفش معاكي في الصيف. فانا حطيت معلقتين اتنين زيت، وابدا بقى طبعا لما بتحطي الزيت بتبدا الدقيق العجينه يعني يعني تتعمل منك كده، يعني ما تلمش، فلازم تفضلي وراها بقى تعجني فيها لحد لما تلم وتبقى ناعمه وجميله زي ما انت شايفاها كده. خلاص كده احنا عجناها. هنغطيها بقى بستريتش، ونحط فوقها فوطه ونسيبها لحد لما تخمر. طبعا بما اننا احنا في الحر ما بتاخدش نص ساعه، نص ساعه بسم الله ما شاء الله، وبتخمر على طول. وهنبدأ بقى ان شاء الله لما تخمر نشوف هنعمل فيها ايه تاني. خلاص كده احنا هنسيبها بقى ونغطيها ونسيبها. طبعا يعني العيش ده عيش جميل قوي، والمفروض طبعا ان احنا كل فترة بنعمل عيش وحاجات من دي يعني في البيت، لان طبعا احنا زهقنا من العيش اللي هو بتاع الافران بقى ده. فكل فترة كده الواحد بيغير وينوع ويعمل اشكال من العيش على اساس تغيير. وطبعا بحكم ان احنا دلوقتي
الدقيق غالي، وطبعا بتروحي اي فرن لو عشان تجيبي رغيف عيش، اقل رغيف عيش ب2 جنيه وب3 جنيه. وطبعا مش زي ما انت عاملاه او زي ما انت مكلفاه طبعا في البيت، وحاجه نظافه وجميله يعني. دلوقتي بقى بنبدا ايه، هو خمر كويس، بنجيب صينيه ونرشها دقيق على اساس ايه العجين ما يلزقش في الصينيه. وبعدين بتقرصيها بقى قد ايه، قد ليمونه كبيره كده يعني، تكبريه، لان انت لما بتكبري التقريصه بيقب معاكي ويبقى كويس. اما لما بتكون التقريصه صغيره وبترققيه بيبقى ناشف طبعا، لان ده مش فرن غاز. الفرن الغاز بسم الله ما شاء الله لما بتيجي تخبزي فيه، النار بتبقى عاليه من فوق ومن تحت، بيخلي الخبيز او العيش يطلع معاكي طري. اما فرن البوتاجاز او عين البوتاجاز مهما يكون ما بيبقاش النار عاليه، فعشان كده بالعيش بينشف. فعشان كده انت تكبري التقريصه على اساس ان يطلع معاكي قابب وجميل. ودلوقتي بعد ما قرصناه انا بوريكم دلوقتي حجم التقريصه. التقريصه قد ليمونه كبيره كده، او اكبر كمان شويه، على اساس ان هو يبقى طري معاكي ويقب معاكي ان شاء الله باذن الله. دلوقتي بقى نبدا ايه، نغطيه ونسيبه بقى يرتاح قيمه 10 دقايق. ونبدا دلوقتي زي ما انتم شايفين انا فرشه قماشه بيضه، اللي هخبزه هحطه عليها، وبعد ما اخلص هقوم غطياه كمان بقماشه واسيبه قيمه كمان شويه كده لما يرفع، على اساس انت طلعتي الهواء منه وانت بتبططيه بتطلعي الهواء منه، فتسيبيه بقى تاني شويه يريح كده ويتنفخ كده او يرفع، وبعدين تبداي بقى ايه تسويه، بيكون طبعا النتيجه افضل بكتير. دلوقتي بقى طبعا انت وانت بتبططيه ما تتكيش عليه قوي، لان انت لما بتتك عليه قوي الهواء بيطلع منه فبنشف، يعني بالراحه على قد كده. وهي ديت الحجم الرغيف وريهولك اهو. وتبدأي بقى ترصيه جنب بعضه، تبططيه كله على اساس ان هو يرفع وياخد حريته، ويبدأ يدخل فيه الهواء اللي احنا خرجناه تاني، وبعدين تبدأي تسويه بقى براحتك. دلوقتي بقى احنا ايه، هنبطط الكمية كلها، وبعد ما نبططه هنبدأ بقى نسويه إن شاء الله على فرن، على عين البوتاجاز. على عين البوتاجاز النهاردة مش هنعمل حاجة في فرن البوتاجاز خالص، كل التسوية على عين البوتاجاز. وبسم الله ما شاء الله طعمه خرافة تحفة يعني، الطعم جميل جدا، والعيش بسم الله ما شاء الله طالع ناجح جميل جدا جدا، هيعجبكم بجد يعني. إن شاء الله جربوا العيش ده، وبإذن الله يعني هتدعوا لي والله. يعني نص كيلو دقيق عمل لي فيما لا يقل عن 18 رغيف، بسم الله ما شاء الله. يعني النص كيلو دقيق ب10 جنيه، وما يعني ما خدش حاجة. وطبعا 18 رغيف يعني حاجة كويسة خالص يعني، مش قليل يعني. وبعدين عاملاه في البيت ونظافة وحاجة كويسة. نبدأ بقى طبعا هنخلص الكمية كلها. لازم تخبزيه كله تبططيه كله، لكن لو انت هتبططي وتسوي مش هيطلع كويس. بططيه وتسيبيه خالص لما يرفع. وبعدين هنحطه بقى دلوقتي، اللي بتكوني انت مجهزه قماشه كده بيضه نظيفه وترص عليها العيش. انا حطيته اهوت على القماشه، وما تحاوليش تحطوا فوقه عيش تاني، على اساس ان هو ياخد راحته ويرفع. ونبدأ بقى نغطيه بقماشة تانية على أساس إن الجو حر والوش وش العيش ما ينشفش. وبعدين بقى هنقوم جايين على عين البوتاجاز، وجايبين جايبين الطاسة، حاطينها أي طاسة عندك، وتحطي عليها العيش، وبعدين بقى تبدأي تسويه، بتحطيه على نار متوسطة، وتحطي العيش على نار متوسطة. ويا جماعة لو هو مش كله قابب مفيش فيها مشكلة، برضو بتيجي تفتحي العيش بتلاقيه مورق وجميل، وبتحشيه وبقى زي الفل، مبقاش لازق في بعض ولا أي حاجة خالص. يعني احنا بنقول بس الأبابان ده دليل على يعني ايه نجاح العجينة. اما كونه يبقى كله ما يقبش دي ما هياش حاجة يعني. وبعدين دلوقتي بنبدأ نسويه زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، قابب اهوت وجميل وعلى نار متوسطة. وتحطي الطاسة الأول تسخن، يعني تحطيه على نار متوسطة وتحطي الطاسة الأول تسخن، وبعدين تبدأي بقى تحطي فيها العيش. وتفضلي بقى وانت يعني واقفة كده، بفضل انني ايه اقلبه كده على اساس ان هي الحرارة تتوزع في على جميع الرغيف يعني.
وبعدين بقى تبدأي بقى بمجرد كده ما بيتشمع بترجعي تقلبيه على الوش التاني، وبرضه اقلبيه بتلاقيه بسم الله ما شاء الله بيقب. حتى الرغيف اللي ما بيقبش برضه بيكون مورق ومفتح وجميل جدا وزي الفل. ودلوقتي بقى هنسوي يعني الواحد كده مبسوط ان هو بيحطه بس بيلاقيه بسم الله ما شاء الله كده بينتفخ قدامه. فحبيت ان انا اوريكم يعني وافرجكم، لان والله يعني بسم الله ما شاء الله ناجح خالص. وباذن الله ناويه كمان اعمل لكم العيش اللي هو الرح او اللي هو البلدي اللي هو الفلاحي ده، باذن الله برضو هعمله على البوتاجاز. بس ده بقى هعمله على البوتاجاز وبعدين لما يتشمح كده احطه تحت الشوايه. اما ده كله على البوتاجاز. العيش اللي احنا عاملينه النهارده ده اللي هو العيش الشامي المنفوخ ده كله عملته على البوتاجاز. لقيته يعني بسم الله ما شاء الله كويس خالص ومستوي من بره ومن جوه، وبسم الله ما شاء الله يعني منفوخ وحلو. فما اضطريتش بقى ان انا اشغل البوتاجاز فرن البوتاجاز يعني، فعملته على على عين البوتاجاز من فوق. وبسم الله ما شاء الله طالع كله جميل خالص ومورق وزي الفل. وطعمه بقى طبعا حاجة تانية خالص يعني بجد. اعملوه جربوه وهتدعولي ان شاء الله بإذن الله يطلع معاكم زي الفل. هو ناجح يعني، الطريقة ناجحة وجميلة جدا. جربوها وهتلاقوها سهلة وجميلة. ودلوقتي بقى بنبدأ نحرك الرغيف كده على أساس إن هو يعني المكان اللي انتفخ المكان التاني يبدأ ينتفخ كمان زيه كده. لكن ما تسيبهوش كده، لازم كل شوية تحركيه وتقلبيه على الوش التاني وهيطلع معاكي بإذن الله زي الفل إن شاء الله. دلوقتي زي ما انتوا شايفين اهو. وطبعا ما تعليش عليه النار قوي، لو عليت النار يعني بيقب وكده بس وبياخد لون بسرعه وبتلاقيه من جوه طري، بتلاقيه من جوه مش مستوي قوي. طبعا احنا مش عايزين حاجه شكل كده، احنا عايزين العيش يكون مستوي وجميل. فعشان كده ما تعليش النار قوي وفي نفس الوقت ما تهديهاش، لان لو هديت النار هو مش هيقب اصلا وهيغيب قوي وهينشف على عين البوتاجاز. فتخلي النار وسط، يعني وسط او اعلى من الوسط حاجه بسيطه، لكن ما تقلش عن كده. طبعا انتوا شايفين اهو بسم الله ما شاء الله كله بيقب وزي الفل. وبعدين لما تلاقيه يعني قابب من يمه كده تبداي تضغطي عليه بالراحه على اساس ان الهواء يدخل في الرغيف كله يقوم كله ينتفخ. بس بالراحه خالص عشان ما يعني ما يتخرمش منك. وعايزاكم بقى تبقوا تقولوا لي ايه رأيكم. الطريقة سهلة وجميلة جدا وما خدش مننا وقت خالص. وكل الموضوع نص كيلو دقيق، ما خدش اي وقت ولا مجهود ولا تعب ولا اي حاجة. والنتيجة بسم الله ما شاء الله يعني مبهرة جدا. بإذن الله جربوه وهتتبسطوا منه أوي يعني. اشوفوا احنا بنتك عليه بالراحة خالص ازاي على اساس ان الهواء يدخل في بقية الرغيف، فالمنطقة اللي ما انتفختش تنتفخ كمان بالمرة. وتبدأي طبعا لما تحسي ان هو انتفخ كله تقلبيه تاني على الوش تاني بالراحة، لان هو بيتفتح بسهولة يعني. فبيقوم الانتفاخ ده بيروح. فبالراحة عليه كده وتقلبيه مرة كده ومرة كده لما تحسي ان ان الرغيف احمر وبقى كويس. طبعا يعني طريقة العجين سهلة، طريقة الخبيز سهلة خالص وما خدش مني وقت في حدود نص ساعة بس. ومجرد ان عجنته وسبته لما خمر وبدأت ان انت تقرصيه وتبططيه وعلى النار البوتاجاز وبتعمليه ما بياخدش منك اي حاجة خالص. شايفينه بسم الله ما شاء الله جميل ازاي. العيش جميل جدا جدا وناجح معاكي. وفي اي صينيه تعمليها، في تيفال بينفع في ألمونيا بينفع يعني. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله في اي حاجه بيبقى معاكي زي الفل. اعمل الرغيف دي كمان معاكم عشان تشوفوه وتشوفوا ان النتيجه جميله. وباذن الله تعملوه يعني مش هياخد منك وقت. احسن ما ان لو انت نزلتي تشتري العيش وتيجي هتكوني باذن الله عملتيه في البيت. وطبعا بقى طريقة التفريز لو انت عايزة تفرزيه، يعني انت عملتي كمية مثلا 2 كيلو او كده بتقومي بقى تعمليه وتطلعيه على الصينية او تسيبيه شوية بس لما يهدى ما يبقاش سخن.
على اساس ما تعينوهوش في الاكياس وهو سخن، يعني على اساس ما تحطوش في الكيس وهو سخن. سيبيه بس لما يبرد كده قيمه نص ساعه، وتبداي تحطيه في الاكياس وتفرغي منها الهواء وتحطيه في الفريزر. وساعه ما بتطلعيه قبل الاكل بربع ساعه، بنص ساعه بالكتير خالص. لقيتي ان انت مستعجله، بتاخديه على عين البوتاجاز وبتسخنيه، بيسخن معاكي وبيبقى زي الفل وبيبقى طعمه زي الفل. ولو طلعتيه قبلها بنص ساعه هو بيفك وبيبقى طري كانك لسه عاملاه دلوقتي، هو مش محتاجه انك تسخنيه على البوتاجاز ولا اي حاجه. دي طريقه التفريز بتاعته. طبعا ولو انت بقى عايزه تعملي منه سندوتشات للولاد في لانش بوكس، بتعمليه او بتطلعيه قبل ما يصحوا الصبح بنص ساعه كده، وتبداي تحطي لهم في السندوتشات، تحطي الجبنه، تحطي اللانشون، تحطي اللي انت عايزاه، تحطي طعميه، بيبقى زي الفل، بيبقى عيش جميل جدا جدا وطعمه زي الفل. ودلوقتي طبعا احنا خلصنا الكميه اهيت، زي ما انتم شايفين العيش طري جدا جدا وجميل خالص، وبسم الله ما شاء الله. حتى العيش اللي مش قابب مورق، تقدري تفتحيه من بره ومن جوه زي الفل. هوريكم دلوقتي، شوف قلبه عامل ازاي، قلبه جميل جدا مستوي وطري. وطبعا تقدري تعملي تشكليه زي ما انت عايزه، تقدري تتني الرغيف جوه بعضه كده وتحشيه اي حشوه تعجبك. جميل. تقدري طبعا تعملي جنبه مثلا ملوخية، بامية. عيش حلو خالص، طعمه جميل جدا ويتاكل مع أي وقت في الفطار أو في العشاء. يعني جميل خالص. وتاخدي منه الكمية اللي انت عايزاها، والباقي بتعينيه في الفريزر. بيبقى زي الفل وبتطلعيه زي الفل، ومفيش أي تكلفة خالص، يعني الموضوع مش مكلف خالص يعني. وبألف هنا وشفا يا رب، ويا رب تكون وصفتنا عجبتكم. ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وتكتبوا لي بتتابعوني من أي بلد وإيه رأيكم في الوصفات اللي بقدمها.